الآن مشاهدينا إلى الشأن الأمني، أين تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية لبراق بالعاصمة تمكنت من توقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات، أين أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مع حجز كمية من المخدرات وما يقارب 8 كيلوغرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى المؤثرات العقلية ومبلغ مالي. التغطية كانت لأحمد صفوان عيسي وأسامة حجو. تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من وضع حد نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في اتجار، ترويج، شراء قصد البيع، وكذا تخزين للمخدرات، قنب الهندي، وكذا المؤثرات العقلية، وحياز أسلحة من الصنف السادس. على إثر العملية تم إيقاف المشتبه فيهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 39 سنة، من المعروفين لدى مصالحنا في قضايا مماثلة، واسترجاع وضبط كمية معتبرة من المخدرات القنب الهندي والمقدر وزنها بحوالي 8 كيلوغرام، وكمية من المؤثرات العقلية، وكذا أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، واسترجاع جميع الهواتف النقالة التي كانت تستعمل في الاتصال ما بين أفراد هذه الجماعة، واسترجاع مبلغ مالي معتبر نتيجة عائدات هذه والمتاجرة بهذه السموم.